عمرك صحيت من النوم وحسيت إنك تعبان رغم إنك نايم كويس؟ مش تعب جسم، تعب جواك، إحساس غريب كده، كأنك شايل حمل محدش شايفه. تقوم تفتح موبايلك تشوف الناس كلها ماشية في حياتها، حد اتخرج، حد اتجوز، حد سافر، حد بدأ مشروعه، وتبص لنفسك وتسأل السؤال اللي يمكن سألته لنفسك 100 مرة: هو أنا مالي؟ ليه مهما بعمل بحس إني لسه مش كفاية؟ يمكن تكوني من الناس اللي كل اللي حواليهم بيقولوا لهم: انتي شاطرة، انتِ ناجحة، أنتِ جميلة، لكن أول ما تدخلي أوضتِك وتقفلي بابِك كل الكلام ده بيختفي، يطلع صوت واحد بس، صوتِك أنتِ، وهو بيقول: كان ممكن أعمل أحسن، أنا مقصّرة، أنا لسه ما عملتش حاجة تستحق، الناس دي بتجاملني. وأصعب حاجة في الموضوع إن الناس بتفتكر إن الشخص اللي حاسس إنه مش كفاية أكيد شخص فاشل، لكن الحقيقة مختلفة تمامًا. ساعات أكتر الناس اللي بتحقق إنجازات هي أكتر ناس عمرها ما حست إنها كفاية. كل نجاح بيحققوه بيبقى بالنسبة لهم مجرد خطوة صغيرة، وبعدها مباشرة بيبدأوا يجروا على الهدف اللي بعده من غير ما حتى ما يقفوا ويقولوا لنفسهم برافو أنا تعبت ووصلت. في علم النفس في حاجة اسمها إن الإنسان ساعات بيعجز عن استيعاب نجاحه وبيفضل يقلل من نفسه حتى وهو بيتقدم، وساعتها المشكلة ما بتبقاش في الإنجازات، المشكلة في الصورة اللي شايف بيها نفسه، لأن لو الصورة من جوه مكسورة 1000 نجاح من بره مش هيصلحها. خليني أسألك سؤال، ما تجاوبينيش دلوقتي، جاوبي نفسك بينك وبين نفسك: آخر مرة قلتي لنفسك أنا فخورة بنفسي كانت إمتى؟ آخر مرة سامحتي نفسك على غلطة قديمة كانت إمتى؟ آخر مرة احتفلتي بخطوة صغيرة عملتيها حتى لو محدش شافها كانت إمتى؟ يمكن دلوقتي وانتي بتسمعي كلامي افتكرتي موقف قديم، افتكرتي مدرسة قالتلك زمان إنك مش شاطرة، أو مقارنة حصلت بينك وبين أختك، أو شخص قالك كلمة فضلت عايشة جواك سنين. الغريب إن الكلمة اللي اتقالت في دقيقة ممكن تفضل عايشة جوانا 20 سنة، وإحنا كل يوم نكررها لنفسنا من غير ما ناخد بالنا. تعرفي إيه اللي يوجع أكتر؟ إنك تفضلي تجري طول حياتك علشان تثبتي لنفسك إنك تستحقي الحب، مع إنك من البداية كنتِ تستحقيه، وإنِك تفضلي تحاولي تبقي النسخة المثالية، لإنِك خايفة لو ظهرتِ على حقيقتِك ما حدش يحبِك. إحنا اتربينا على إن لازم نبقى أقوى، أشطر، أحسن، أسرع، لكن قليل جدًا اللي علمنا إننا نكون رحماء بنفسنا، قليل اللي قال لنا إن عادي تغلط، عادي تقع، وعادي تتعب، من غير ما ده يقلل من قيمتك. يمكن علشان كده كل ما نبص لنفسنا ما بنشوفش الشخص اللي تعب، ولا الشخص اللي حاول، ولا الشخص اللي استحمل، بنشوف بس الحاجة اللي ناقصانا، بنشوف الوزن اللي عايزين نخسه، الفلوس اللي لسه محققناهاش، الهدف اللي لسه بعيد، وبننسى كل الطريق اللي مشيناه. ولو سألتك دلوقتي مين أكتر شخص قاسي عليكي في حياتك، يمكن هيجي في بالك مدير أو مدرس أو قريب منك، لكن بعد ما تفكري شوية هتكتشفي إن أكتر شخص كان بيضغط عليكي هو نفسك، هو صوتك الداخلي، الصوت اللي كل يوم بيقولك انتي لسه مش كفاية. لكن هل الصوت ده بيقول حقيقة فعلا، ولا هو مجرد صدى كلام قديم سمعتيه وانت صغيرة؟ ده السؤال اللي هنبدأ نجاوب عليه في الجزء اللي جاي. عارفة، يمكن وانتي بتسمعي الجزء اللي فات كنتي بتقولي لنفسك: طب ليه أنا؟ ليه فعلا مهما أعمل ما بحسش إني كفاية؟ ويمكن لأول مرة تسألي السؤال الصح، لأن أغلبنا طول عمره كان بيسأل إزاي أبقى أحسن، لكن قليل جدا اللي سأل أنا ليه حاسس إن في حاجة ناقصاني. وفرق كبير بين السؤالين. محدش بيتولد وهو شايف نفسه قليل. الطفل الصغير أول ما بيتولد بيضحك، بيجري، يغلط، ويرجع يقوم من تاني، مش بيعتذر عن وجوده. عمره ما وقف قدام المراية وقال لنفسه أنا شكلي وحش، أو أنا مش ذكي كفاية، أو أكيد الناس مش بتحبني. كل الأفكار دي اتعلمناها، محدش جه للدنيا شايلها معاه. وممكن تكون قصتك مختلفة تماما، يمكن محدش كان بينتقدك بالكلام، لكن كان في مقارنة مستمرة
بُصّي بنت خالتِك شاطرة إزاي، شوفي صاحبتِك وصلت لفين، أختِك أهدى منِّك إزاي، ومع كل مقارنة جزء صغير من ثقتِك بنفسِك كانت بتتكسر، مش لإنِّك أقل، لكن لإنِّك بدأتِ تبُصّي لنفسِك بعين حد تاني. وأوقات الإحساس ده ما بيجيش من البيت أصلًا، يمكن ييجي من المدرسة، من مُدرِّس ضحك على إجابة قُلتيها، من أصحابِك اللي اتنمّروا عليكِ، من موقف اتحرجتِ فيه قدّام الناس. يمكن موقف واحد حصل وأنتِ عندِك 10 سنين ولسه لحد النهارده بيتحكم فيكِ وأنتِ عندِك 30 سنة. دي حاجة غريبة في النفس البشرية، إن العقل مش بيقيس حجم الموقف، لأ بيقيس حجم الشعور اللي سابه جواكِ. وعارفة كمان إيه الأصعب؟ إن بعد سنين الناس اللي قالت لِك الكلام ده ممكن تكون نسيته أصلًا، لكن أنتِ فضلتِ تكمّلي المهمة دي بنفسِك، بقيتِ كل يوم تقولي لنفسِك نفس الجمل، بقيتِ أنتِ اللي بتنتقدي شكلِك قبل ما حد ينتقده، وأنتِ اللي بتقللي من نجاحِك قبل ما حد يقلل منه، وتعتذري عن أخطائِك حتى لو كانت طبيعية، كأن الأصوات القديمة خرجت من الناس وسكنت جواكِ أنتِ. في مرة سمعت حلقة من أخصائية نفسية كانت بتحكي إن مريضة جات لها في العيادة دايما بتشتكي لها إنها حاسة بالفشل أو حاسة إن في حاجة ناقصاها، فسألتها إيه اللي خلاك تقولي كده؟ قالت عشان لسه ما عملتش اللي كنت بحلم بيه. فالدكتور سألتها طب احكيلي عملتي إيه؟ بدأت تحكي اتخرجت، اشتغلت، ساعدت أهلي، اتعلمت لغة، عديت بأزمات كتير، وقفت على رجلي من تاني. بعد كل ده لسه شايفة نفسي فاشلة. طب ليه؟ ليه هي وصلت للمرحلة دي؟ لأن الإنسان ساعات بيتعود يبص للجبال اللي لسه ما طلعهاش وينسى الجبال اللي طلعها فعلا. والزيادة عن كده السوشيال ميديا زودت الموضوع صعوبة. كل يوم بنفتح الموبايل بتاعنا بنشوف أفضل لحظات في حياة الناس ونقارنها بالحياة العادية بتاعتنا. نشوف حد اشترى عربية، حد سافر، حد عمل مشروع، حد جسمه واو مثالي، فنقفل الموبايل واحنا حاسين اننا متأخرين، مع اننا ما نعرفش الحقيقة كاملة، ما نعرفش كم مرة الشخص ده بكى او فشل او وقع قبل الصورة اللي شفناها. لكن العقل للأسف بيقارن الكواليس اللي عايشها بالواقع اللي الناس بتعرضها. أكتر حاجة وجعتك في حياتك إنك حسيتي إن حب الناس ليكي كان مشروط. لما كنت هادية كانوا راضيين، لما كنت متفوقة كانوا فخورين، لكن أول ما تعبتي وقلتي لأ أو فشلتي حسيتي إن الحب اتسحب منك. من هنا بدأ عقلك يصدق إن لازم يتعب طول الوقت عشان يستحق الحب ده. بس اسمعيني كويس لأن الجملة دي ممكن تكون أهم جملة في الحلقة كلها. انتي مش مسؤولة عن كل الجروح اللي اتسببت لك، لكنك مسؤولة عن طريقة علاجها. ده مش معناه إن اللي حصل كان سهل ولا معناه إنك تنسيه، لكن معناه إنك تستردي حقك في إنك تعيشي من غير ما تفضلي سجينة لكلام الناس. يمكن بعد الجزء اللي فات في حد دلوقتي بيقول لنفسه خلاص فهمت ليه بحس إني مش كفاية، يبقى الحل إني أنجح أكتر. وده بالظبط الفخ اللي وقع فيه ناس كتير جدا، لأننا طول عمرنا متخيلين إن المشكلة هتتحل لما نوصل، لما أخلص الجامعة هرتاح، لما ألاقي شغل هرتاح، لما أجيب فلوس أكتر هرتاح، لما أتجوز، لما أخس هرتاح. لكن الغريب إن كل مرة بنوصل فيها لحاجة كنا فاكرينها إنها هتغيرنا أو هتغير حياتنا بنفرح يومين أو أسبوع، وبعدها بنرجع نحس بنفس الفراغ تاني ونقول أكيد الهدف الجاي هو اللي هيخليه سعيد. عارفة الإحساس ده عامل زي إيه؟ عامل زي واحد عطشان وكل ما يشرب من بحر مالح يعطش أكتر. هو فعلا بيشرب لكن عمره ما بيرتوي. ليه؟ لأن المشكلة مش في كمية المية، المشكلة في نوعها. إحنا كمان ساعات بنجري ورا إنجازات كتير مش لأننا بنحبها، لكن لأننا متخيلين إنها هتسد إحساس النقص اللي جوانا. والحقيقة المؤلمة إنها عمرها ما هتقدر تعمل كده. افتكرت مرة قصة شاب كان بيشتغل ليل نهار، كل اللي يعرفه يقوله يا بختك انت ناجح، عنده عربية
وشغل كويس، سافر بلاد كتير. لكن في مرة صاحبه سأله: انت آخر مرة ارتحت فيها كانت امتى؟ سكت لأنه اكتشف إنه مش فاكر. هو بقاله سنين بيجري، بس مش عارف بيجري على ايه. كل ما يحقق هدف يحط واحد أصعب، كل ما يوصله يحس إنه عادي، كأن الإنجاز بقى واجب مش حاجة تستحق الفرح. وفي بنت تانية كانت بتحلم من وهي صغيرة إنها تشتغل في شركة كبيرة. كانت متخيلة إن أول يوم هتدخل فيه الشركة هتحس إنها أخيرا نجحت. وفعلا اليوم ده جه. لبست أحلى لبس، دخلت المكتب، صورت نفسها أول يوم، كل الناس باركت لها. لكن بعد أسبوعين بس رجع نفس الإحساس. بدأت تقول: طب وبعد كده؟ بعدها حلمت بالترقية، لما أخدتها حلمت بمنصب أعلى، بعدها بمرتب أكبر، بعدها بحياة أحسن. من غير ما تاخد بالها عمرها كله بقى عبارة عن كلمة واحدة: طب وبعدين؟ طب وبعد كده؟ المشكلة إن عقلنا بيتعود بسرعة على أي نعمة. الحاجة اللي كنا بنحلم بيها بعد فترة بتبقى عادية جدا. بدل ما نقف ونقول الحمد لله أنا وصلت للحاجة اللي كنت بحلم بيها، بنبدأ ندور على الحاجة اللي ناقصانا. وده مش لأننا جاحدين، لكن لأن العقل البشري هو متعود إنه يعتاد النعم. لو إحنا ما عندناش وعي هنفضل طول عمرنا بنجري، إحساس الرضا هيفضل بعيد. يمكن عمرك لاحظتي إنك لما كنتي في مرحلة معينة من حياتك كنتي بتقولي يا رب أوصل للمرحلة اللي بعدها، ولما وصلتي نسيتي تحلمي بالنسخة القديمة اللي كانت نفسها تبقى مكانك. البنت اللي كانت نفسها تدخل الجامعة دلوقتي نفسها تتخرج، اللي كانت نفسها تشتغل نفسها تسيب الشغل، واللي كانت نفسها تتجوز نفسها ترتاح من المسؤولية. كأن الإنسان عنده قدرة غريبة إنه يتأقلم مع النعمة وينسى إنه كان بيتمنى يعيشها في يوم من الأيام. وعلشان كده في ناس بتوصل لكل حاجة ولسه بتحس إنها مش سعيدة، لأنهم كانوا فاكرين إن السلام النفسي بيتباع مع الإنجازات، مع إن السلام النفسي بيتبني من جواك أنت. لو جواك صوت بيقولك كل يوم أنت مش كفاية، هيقولك وأنتِ فقيرة، وهيقول لِك وأنتِ غنية، هيقول لِك وأنتِ لسه بتبتدي، وهيقول لِك برضه بعد أول نجاح، بعد 10 نجاح، لإنه مش بيتكلم عن واقعِك أنتِ، هو بيتكلم عن الصورة اللي أنتِ شايفة نفسِك بيها. في ناس كتير لمّا تسمع الكلام ده تقول يعني ما نبقاش طموحين. لأ بالعكس، الطموح جميل والسعي جميل والنجاح نعمة، لكن في فرق كبير بين إنك تنجح لإنك بتحب اللي بتعمله، وإنك تنجح بس عشان بتحاول تثبت إنك تستحق تكون محبوب. أول واحد هيستمتع بالطريق، والتاني عمره ما هيوصل لخط النهاية، لأن السباق اللي جواه ملوش نهاية. جرب تسأل نفسك النهاردة سؤال بسيط: لو كل الناس اختفت مبقاش في حد يشوف إنجازاتك، هل كنت هتفضل تعمل نفس اللي بتعمله؟ لو الإجابة فده معناه إنك ماشي في طريق قريب من قلبك. لكن لو الإجابة لأ، يمكن تكون بتعيش حياة معمولة بس جزء كبير منها علشان ترضي عيون الناس، مش علشان ترضي نفسك. ويمكن من أكتر الجمل اللي غيرت ناس كتير الجملة اللي بتقول: أنت إنسان له قيمة قبل أي إنجاز وبعد أي فشل. لأن قيمتك عمرها ما كانت في شهاداتك، ولا مرتبك، ولا شكلك، ولا عدد الناس اللي بتحبك. قيمتك في إنك إنسان، ودي حقيقة إحنا بننساها كل يوم وإحنا بنجري نسبة العكس. تعرف إيه أصعب حاجة في إحساس إنك مش كفاية؟ إنه مش بيخليك تتعب بس، ده بيسرق منك حاجات كتير وإنت غالبا مش واخد بالك منها. بيسرق منك راحة بالك، بيخليك حتى في الأيام الحلوة مش قادر تستمتع بيها، لإنه عقلك دايما بيقولك لسه الطريق طويل، لسه في حاجات ناقصة. يمكن حصل معاك قبل كده إنك حققت حاجة كنت بتحلم بيها سنين، استنيت اللحظة دي وعديت بتعب، ضغط وأيام صعبة علشان توصل، ولما وصلت استمتعت يوم أو يمكن ساعات، وبعدها لقيت نفسك بتفكر في الهدف اللي بعده. وقتها يمكن حسيت إن في حاجة غلط فيك، لكن الحقيقة اللي كان غلط هو إنك اتعودت تربط سعادتك بحاجات مؤجلة، وكل مرة تقول لنفسك هفرح لما، كل مرة بتأجل حياتك من غير ما تحس،
وأكتر ناس بيدفعوا التمن ده هم الناس المجتهدة، الناس اللي ضميرها صاحي، الناس اللي عمرها ما كانت راضية عن أقل من أفضل حاجة، الناس اللي كل ما حد يمدحهم يقولوا لأ ده عادي، لأ في أحسن، كل ما يغلطوا غلطة صغيرة يقعدوا يلوموا نفسهم أسبوع كامل. دول بيعيشوا حرب صامتة محدش بيشوفها، لأن من بره شكلهم قوي لكن من جواهم مستنزفين. كل الناس شايفة إنك قوي وإنت كل يوم بتحارب نفسك. الجملة دي هزتني قوي، لأنه فعلا ساعات أصعب معركة مش بتكون مع الظروف ولا مع الناس، بتكون مع صوتك انت، الصوت اللي جواك، الصوت اللي كل يوم ينسيك عشرات الحاجات اللي عملتها صح. تخيل معايا لو عندك صديق كل يوم يشوفك ويقولك انت فاشل، انت مقصر، مهما عملت مش كفاية، بص الناس وصلت لفين وانت لسه واقف مكانك. هل هتقدر تكمل مع الشخص ده؟ غالبا لأ. طيب ليه؟ مستحمل إن الصوت ده يعيش جوه دماغك سنين؟ ليه قابل إن أسوأ ناقد في حياتك يكون أنت؟ المشكلة الأكبر من كده إن القسوة دي بتبدأ تأثر على كل حد حواليك. تخاف تبدأ مشروع لأنك خايف ما يطلعش كامل، تأجل خطوة لأنك مستني اللحظة المثالية، بتتردد في فرص كتير قدامك لأنك مقتنع إنك لسه مش جاهز. والغريب إنك تفضل مستني، واللحظة دي عمرها ما هتيجي، لأن الشخص اللي بيطلب المثالية والكمال من نفسه عمره ما هيحس إنه جاهز. عارفة ليه ناس كتير بتأجل أحلامها؟ مش لأنها كسولة، لكن لأنها خايفة، خايفة تغلط، خايفة الناس تنتقدها، خايفة تثبت لنفسها إنها فعلا مش كفاية. وبدل ما بتبدأ تفضل تحلم، لأن الحلم منطقة آمنة، لكن التجربة ممكن تكشف مخاوفها. وأوقات القسوة دي بتدخل في علاقاتنا، تلاقي حد بيحبك بصدق لكن انت مش مصدق انه بيحبك. طب ليه؟ لانك من جواك مش شايف نفسك تستحق الحب ده، فتفضل تدور على دليل انه هيسيبك، او تفسر اي تصرف صغير على انه رافض، مش لان الشخص عمل حاجة، لكن لان الجرح القديم لسه معلم جواك. واصعب حاجة انك توصل لمرحلة تحس ان قيمتك كلها مرتبطة بالانتاج. لو اشتغلت كتير يبقى ليك قيمة، لو ارتحت يوم هتحس بالذنب، لو أخدت أجازة بتحس إنك مقصر، لو نمت زيادة تأنب نفسك، كأنك نسيت إنك بني آدم مش مكنة، إن الراحة مش مكافأة بعد الانهيار، الراحة احتياج طبيعي علشان تقدر تكمل. خليني أقولك حاجة يمكن محدش قالها لك قبل كده، انت مش محتاج تستحق الراحة، انت محتاجها لأنك إنسان، مش محتاج تثبت إنك تستحق الحب، انت تستحقه لأنك موجود. مش لازم كل يوم تبقى نسخة أفضل من نفسك، في أيام هتنجح وفي أيام هتتعب، في أيام هتعمل أقل من اللي كنت مخطط له، ده مش معناه إن قيمتك قلت. عارف إيه أكتر حاجة مؤلمة؟ إن سنين من عمرنا بتضيع وإحنا مستنيين اليوم اللي هنحب فيه نفسنا، اليوم اللي نقول فيه خلاص دلوقتي بقيت أستحق. لكن يمكن اليوم ده عمره ما هيجي لو فضلنا مستنيين المثالية والكمال، لأن الكمال وهم كل ما نقرب منه بيبعدنا خطوة كمان. يمكن النهاردة وانت بتسمعني لأول مرة تكتشف إنك مش محتاج تجري أكتر، يمكن محتاج توقف، تبص لنفسك، تقولها أنا شايف تعبك، أنا عارف إنك حاولتي، أنا مش هفضل أحاسبك على كل غلطة، لأن بداية التعافي مش إنك تبقى شخص جديد، بداية التعافي إنك تبطل تعاقب نفسك، تبطل تعاقب الشخص اللي انت عليه دلوقتي. عارف ايه اللي هيفرق معاك بعد الحلقة دي؟ مش انك تخرج مقتنع انك بقيت واثق في نفسك، لكن انك تخرج وقررت تبقى أحن على نفسك بنسبة 1% بس، لأن ال1% دي لو اتكررت كل يوم بعد سنة هيكون في فرق كبير جدا. التعافي مش خطوة واحدة، التعافي مجموعة خطوات صغيرة بتاخدها وانت ماسك ايد نفسك، مش وانت بتشدها بعنف.